لكن حبها للتمثيل خلاها تلتحق بكلية الآداب قسم مسرح جامعة اسكندرية. حصلت على مجموعة من الكورسات المتخصصة، اشتركت في أعمال سينمائية وتلفزيونية وأيضا مسرحية. شاركت في مسلسل خاتم سليمان وفي فيلم أسماء مع الفنانة هند صبري، وفي مجموعة من المسرحيات منها أقنعة الملايكة. شاركت أيضا في مجموعة من الأفلام القصيرة منها فيلم هتفرج. هي أيضا شاعرة وهوية للرسم، شاركت في أكثر من معرض. معانا النهاردة الفنانة المتعددة هند فتحي. أهلا بك يا هند. أهلا بحضرتك. أنا قلت فنانة فعلا ما شاء الله متعددة ومواهب جميلة. الفن كله باقة واحدة، صح ولا إيه؟ صح طبعا. يعني هو الفن كله أنا بقول دايما هو جوهره هو الإحساس. لكن كل فن بتخصصه بيبقى ليه أدوات معينة. متى ان الواحد ملك الادوات دي فخلاص هو بيعرف يعمله طالما هو اصلا عنده الاحساس. فاذا قلنا الشعر فهي ادواته الكلمه وبناء القصيده، لو قلنا الرسم فهي ادواته الالوان والريشه، لو قلنا التمثيل فله طبعا ادوات كتيره جدا منها الصوت والحركه ولازم يبقى عندي الحس اللوني وكل الحاجات دي كلها. فهو الموضوع كله نقدر نقول ان هو طالع من بوتقه الاحساس. كلامك الجميل ده خلاني عايزه ابدا معاكي دراستك للفن التشكيلي، وانا عارفه ان انت عملتي اكتر من معرض، ويمكن كان بيشاركك اختك ووالدتك برضو، وما شاء الله يعني عيله فنيه جميله. افادك ازاي بقى في الفن وفي التمثيل بشكل عام بقى، سينما او مسرح او تلفزيون؟ هو انا كنت دايما بشوف ماما وهلا اختي وهما بيرسموا، وكنت بتمنى جدا ان انا اعرف ارسم. كنت بشوفهم هما بيبتدوا اللوحه من لا شيء، واصحى الصبح الاقيها موضوع تاني خالص. فكنت بقول لو انا يعني بعرف ارسم انا مش هبطل رسم خالص. وفعلا كانت ماما ووالدتي وهلا اختي التحقوا بورشه للرسم كانت ضمن لجنه الفن التشكيلي. بعد حوالي يمكن سنتين وانا رايحه لمجرد الاستمتاع، كان الدكتور بيقول لي هند انت بترسمي حلو بالكلام، انا متاكد انك لو مسكتي ريشه ورسمتي هترسمي حلو. عملت ده والحمد لله اتبسط منه جدا، واشتركت في حوالي 3 معارض. هو اشتراك مش معرض بالكامل، لان انا حصيله الرسم بتاعي ما هوش مش كتير يعني. الانتاج مش كتير طبعا، لانه التمثيل خدني. ومن هنا كان في مدرس مساعد بكليه الاداب قسم المسرح، وابتدى ان هو يعمل مسرح من خلال اللجنه الثقافيه، وقال لي عايزك تكوني معايا، وابتدينا نعمل ده. زي ما قلت لحضرتك انه احساسي باللون واحساسي بالتكوين ده بيخليكي يعني وانتي واقفه في التشكيل المسرحي نفسه حاسه بالسينوغرافيا بتاعت المكان وحاسه بيه. فاكيد فادني بشكل ما. نرجع تاني بقى للتمثيل واشتراكك في مسلسل خاتم سليمان وتجربتك مع الدراما التلفزيونيه، وايضا تجربتك مع السينما من خلال فيلم اسماء. يعني ازاي بقى كانت الامور ماشيه معاكي؟ ازاي كنتي بتختاري الدور، ولا الدور هو اللي اتعرض عليكي فانت بالتالي وافقتي؟ حسيتي ايه من خلال الادوار اللي قدمتيها؟ هو طبعا انا يعني بعد ما كنت بمثل في اسكندريه على مستوى الاحتراف، ولكني كنت هاويه، فكرت ان انا اجي واحترف هنا في القاهره. وبدات ان انا اشوف الدنيا ماشيه ازاي، فعرفت انه ده بيتم من خلال مقابلاتي مع المخرجين ومقابلاتي ان انا اعمل مقابلات في الكاستنج وكده. كان خاتم سليمان حظي حلو جدا ان انا اتقابلت دايركت، وده قليل لما المخرج هو اللي بيتقابل مع الممثلين، وخاصه لما بيكونوا ممثلين لسه ناشئين وفي بدايه حياتهم يعني الفنيه. فاتقابلت مع الاستاذ احمد عبد الحميد، اتكلمت معاه اللي هو مخرج المسلسل، واتكلمت معاه حوالي 10 دقائق. وبعدها قال لي هند ابعتي لي الصور بتاعتك، لان انا كنت رايحه كده يعني مش محضره للمقابله، لانه اصحابي قالوا لي في مقابله في الحته الفلانيه تعالي، فروحتي مش جاهزه يعني؟ مش جاهزه خالص. ولكن كان ليا حظ طبعا ان الحمد لله هم كلموني وقالوا لي انت معانا. كان بالنسبه لي طبعا فرحه جميله جدا، لان اول مره هشترك في عمل درامي، وخاصه الابطال الاستاذ خالد الصاوي هذا العملاق يعني، والاستاذه رانيا فريد شوقي. فرحت طبعا جدا، وحضرت معاهم اول بروفا، وكنت اول مره احضر بروفا. كنت خايفه يعني؟ هل كنت حاسه بالرهبه انك داخله؟ يعني انا ما شاء الله حاسه او مستشعره من كلامك انه في ثقه بالنفس. الحمد لله. وده الحمد لله جيد جدا، خصوصا لما يكون يعني عن ثقه فعلا، عن حق، ويكون في البدايه، لانه بيدفع الانسان ان هو فعلا يبقى قادر انه يحدد خطواته ويرسو على ما هو يعني ينظر اليه. تمام. فقولي لي اللقاء بقى كان عامل ازاي؟ هو بالطبع لما بتلاقي
بتلاقي اوريدي نجوم انت كنت بتتفرجي عليهم من خلال الشاشه وعارفه ان هم اساسا اساتذه في الفن. طبعا بيبقى فيه شيء من الرهبه، لكن الحمد لله رب العالمين زي ما انا كنت وانا في اسكندريه كنت ناويه اعمل ده، قلت يوم ما هروح القاهره واحترف انا لازم ابقى واقفه على ارض صلبه. فاحساسي باني واقفه الى حد ما على ارض صلبه من حيث التدريب ومن حيث التعلم هو ده اللي كان بيديني الثقه. وبعدين سعادتي بالحكايه كانت بتخفي الرهبه. يعني انا ببقى انا مستمتعه بالموضوع وبحب الموضوع، وانتي رايحه للهدف بتاعك ممكن الرهبه دي تتشال على جنب خالص. عايزين نتكلم بقى عن مشاكل الفنانين الشباب. يعني انا عارفه ان انت عندك بعض الاراء في هذا الموضوع وبعض الحلول ايضا. جميل قوي انه المشكله لما تطلع نلاقي الحل من نفس اللي بيعاني من المشكله دي. لفكره مبسطه بقى عن اهم المشاكل اللي انت بتعاني منها كفنانه شابه، خصوصا ان انت فنانه شامله، يعني ممثله وشاعره ما شاء الله وفنانه تشكيليه. انا مش هقول الحلول، ولكن هي يعني بعض الافكار اللي ممكن المتخصصين يحطوها في شكل حلول. الممثل الشاب اللي هو بيبتدي الاحتراف بيتعب جدا لما يعني عشان يلاقي له مكان او يحط قدم في الحكايه. بنتعب جدا في مساله ان احنا نعمل مقابلات. انا ليا تحفظ شويه على المقابلات اللي هي بتحصل. نفسي يتم عمليه انه يعني توضع معايير وضوابط معينه على اساسها يتم تصنيف الممثلين. لانه في ناس بتبقى داخله الكارير ده يعني لمجرد ان هي شكلها حلو وجميل فداخله الكارير ده، او لمجرد ان هي عندها الجرأه فتقدر تقف قدام الكاميرا. في ناس تانية بتبقى حابه الموضوع وحاسه ان هو له جوهر وعميق جدا بداخلها وبتبذل مجهود عشان تعمل ده. ما اعتقدش ان هو من العدل انه يتساوى يعني ده زائد ده زائد او ده يساوي ده يساوي ده على كل المستويات، سواء في المقابلات اللي هي بتتم وسواء في مثلا. طب وانت من وجهه نظرك يبقى في لجنه متخصصه تقدر تحكم في الامور دي؟ يقدروا يفصلوا ما بين ده وما بين ده؟ اصل اي حد بيتقدم ممكن ان هو يعمل كاستنج. احنا ساعات بنروح نعمل كاستنج، والكاستنج ده بيبقى اوريدي موجود في المكاتب اللي هي بنقول عليها مكاتب الوكاله الفنيه. هي اوريدي بتبقى موجوده. لو المكاتب دي هي من نفسها بذلت مجهود في ان هي تعمل زي تصنيف للممثلين بحيث ان هي تطلب الممثلين بناء على شروط معينه ومعايير معينه، مش هنشوف اللي احنا بنشوفه النهارده. يعني احيانا بتبقى فيه مقابله مثلا لنجم كبير وتلاقي مصر كلها راحت عشان هي مجرد انها عايزه تسلم عليه. وبيبقى صعب جدا بالنسبه لنا ان احنا ندخل اساسا المقابله. احيانا بنمشي من بالظبط. ويمكن هم دول اللي يكونوا فعلا واخدين الموضوع بشكل جدي، مش مجرد ان هم جايين لقاء فقط. بالظبط. فمجرد انه يتحط بس التصنيفات بناء على معايير معينه عشان يبقى فيها طبقا لمعيار العدل. ده يبقى نتمنى ان شاء الله ده يسود في الفتره الجايه باذن الله. وميرسي ليك يا هند، ويعني سعدنا جدا بلقائك، وما شاء الله انت فنانه مثقفه، فده جميل برضو ان هو يبقى موجود في الوسط الفني. ربنا يخليكي. شرفتينا. ربنا يخليكي.